السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف رسل الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة يا حبيبتي بقى أنا عايزة أحكي لك حكاية عن قصة سيدنا يونس عليه السلام. تعرف إن سيدنا يونس كان موجود في العراق، كان موجود في قرية في العراق، وكان ربنا سبحانه وتعالى خلاه يدعو الناس إلى الإسلام أو إلى الدين، إلى شرع الله سبحانه وتعالى. قاعد يدعوهم 33 سنة. طبعا حاجة تزهق، مفيش حد راضي يؤمن. قالوا لا، احنا مش هنؤمن غير باللي كان بيعبدوه آبائنا اللي هي الأصنام. فمن كتر زهقوا بدون أن يأمروا الله سبحانه وتعالى إنه هو يروح في أي مكان، راح هو مشي ورايح عند البحر، فلقى سفينة أصحابها كانوا عاوزين يخرجوا يسافروا، فركب معاهم. وهم ما قالولوش لا ما تركبش، هم لقوا إنه هو راجل طيب وإنسان كويس فركبوا معاهم. وبعدين فجأة لقيوا ان البحر هاج وماج، وبقت حسوا ان السفينة لازم ينزل منها حد علشان السفينة تعرف تمشي في الأمواج العالية دي. فقالوا طب خلاص نعمل نعمل قرعة. فعملوا القرعة، جت على سيدنا يونس، فاتكسفوا. طبعا الراجل عارفين ان هو مكانته كبيرة وشكله كده راجل محترم قوي، بس كمان هو غريب عنهم، فاتكسفوا. قالوا لا خلاص احنا هنعمل القرعة مرة تانية. فطلع سيدنا يونس، برضو اتكسفوا، شايفين ان هو راجل قيمة كده وقامة وليه هيبة، وهو غريب عنهم. مش معقولة يعني الراجل الغريب اللي جاي هم مستضيفينه في المركب بتاعهم ان هم يرموه كده او يقولوا له انزل. فعملوا القرعة للمرة الثالثة، وكانت النتيجة ان هي برضو سيدنا يونس ألقى بنفسه في البحر، وهو مش زعلان، قال خلاص توكلت على الله. وطبعا توكل على الله. فلما نزل في البحر جه الحوت بلعه، فبقى في 3 ظلمات: ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت. ولكن هنا سبحان الله وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى ما خلاهوش يحصل له اي حاجة خالص. يعني ما حصلوش اي حاجة خالص؟ يعني مثلا ما حصلوش اي جروح في ايده ولا في جلده ولا في اي حاجة حصلت. ما هو الحوت ده المفروض بياكل وبيشرب وحاجات كتير قوي، فما حصلهوش اي حاجة، كان سليم جدا. بس طبعا ما كلش، هو قعد في بطن الحوت 3 أيام، فقوته ضعفت شوية وهكذا. وكان بيسمع أصوات وهو في بطن الحوت، فبيسأل ربنا سبحانه وتعالى ايه الأصوات دي يا ربي؟ عرف ان الأصوات دي كانت أصوات الكائنات اللي موجودة في البحر عشان بتسبح ربها. فقعد هو كمان يسبح ربنا سبحانه وتعالى ويقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. طبعا لأنه هو فين؟ كان في بطن الحوت، ربنا هو اللي هينجيه. وقعد كمان يستغفر ربنا لأنه هو مشي وراح للبحر وركب المركب بدون إذن من الله سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى عفى عنه وخلى الحوت يلفظه أو نزله على شاطئ في البحر. فطبعا كانت صحته ضعيفة، فربنا سبحانه وتعالى أنبت فوق المكان اللي هو نزل فيه في الشط، أنبت فوقه شجرة من يقطين. الشجرة دي ورقها عريض وكبير، فكانت ظل ليه، وفي نفس الوقت الثمرة بتاعتها كل منها لغاية ما قوى وبقى كويس وتعافى من التعب والإجهاد اللي هو كان فيه. فراح يجري عند مين؟ عند القوم بتوعه. كنت عايزة أقولك بقى يا حبيبتي إن القوم بتوعه هو طبعا زهق منهم، وكان مشي لأن هو دعاهم للدين وما أمنوش، وقالوا له طب ورينا بقى عذاب ربنا. قال لهم عذاب ربنا هيجيلكوا بعد 3 أيام. طيب لما جالهم عذاب ربنا بس لقيوا الدنيا كلها تراب، والشمس جامدة والمطرة ومش عارفينه، ولقيوا الدنيا كلها بتتهز بيهم. فاستغفروا ربنا وقعدوا يستغفروا ربنا عشان يغفر لهم، لأن هم افتكروا اللي حصل لفرعون وإنه غرق، واللي حصل لناس كتيرة في أنبياء كتير. فطبعا عملوا بقى؟ فطبعا هم راحوا أمنوا بالله سبحانه وتعالى وقالوا يا رب تبعت لنا سيدنا يونس علشان يعلمنا الدين ويعلمنا نعمل وإيه اللي نعمله وإيه اللي ما نعملهوش، نصلي إزاي، نعبد ربنا إزاي. فجالهم سيدنا يونس بعد كده وعرف إن هم أمنوا. يبقى هنا سبحانه الله وتعالى ليه وقت معين هتآمن فيه الناس، بس هو بقى 33 سنة خليته خلاص زهق. فلو كان صبر على نفسه شوية كانت الدنيا بقت أحسن. ولكن هي الحمد لله تعلم الدرس، وكان في بطن الحوت وخرج منه
ورجع بقى إلى القوم بتوعه واستمروا في التسبيح وعبادة الله. فطبعا هنا نتعلم درس، وطبعا الكلام ده فضلوا فيه لغاية ما سيدنا يونس توفى، وطبعا القوم بقى منهم اللي توفى، وهكذا إلى أن جاء نبي آخر. طبعا احنا عايزين نعرف عدد الأنبياء كام؟ 120,000 نبي، ذكر في القرآن 25 نبي فقط بس. كمان إن العبد يبقى عنده نوع من الصبر، ومن ما يتأثرش بالحالة النفسية بتاعته وياخد أي قرارات بسرعة. خلاص. وطبعا أهم حاجة إن يعرف فضل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللي خرجت سيدنا يونس من إيه؟ من بطن الحوت وأنقذته. أولها توحيد، وتانيها تسبيح، وتالتها استغفار. هي كلمة هو قالها ولكنها ليها تعبيرات كتير، وربنا سبحانه وتعالى غفر له. ربنا يغفر لنا جميعا، وسبحان الله وتعالى هو أرحم الراحمين. والسلام عليكم يا حبيبتي، يا رب أكون أفدتك في إنك تعرفي ولو جزء بسيط عن سيدنا يونس. سلام عليكم.